كلنا منعرف قد الفنانة هيفا بتهتم بشغلها، طبعا باختيار الأغاني والنصوص المناسبة. ولكن شو برأيكم بتعمل بأوقات الفراغ؟ طبعا مثل كل سيدة هي بتحب الشوبينج والمرح مع أصدقائها، ولكن في جانب منها قد حرصت على إخفائه. هيفا بتحب دايما تخفي الأعمال الخيرية أو الإنسانية اللي بتقوم فيها، وبعرف إنه الشي اللي حنقدمه اليوم يزعجها يمكن، بس ما فينا ما نضوي على عنصر أساسي بعيد عن مواهب هيفا وأعمالها الفنية سواء بالتمثيل أو الغناء اللي دايما أكيد تبهرنا. حبينا نضوي على العنصر الإنساني بشخصيتها، ويلي يعد من العناصر الكتيرة اللي خلت هيفا اليوم our role model. وضعت هيفا صورتها ضمن كتاب يضم صور مميزة ل30 شخصية مشهورة التقطها المصور العالمي رانكين، وقد قصدت مركز SBS لتوقيع هذا الكتاب ليعود ريعه إلى مجموعة مساندات مرضى سرطان الثدي. زارت هيفا مشفى سرطان الأطفال 57-357 وتبرعت بمبلغ مالي كبير لدعم هذه المؤسسة. رفضت بوقتها الإعلان عن قيمته، بالوقت اللي أعلن السفير الكندي بالقاهرة عن المبلغ اللي هو تبرع فيه، مؤكدة ضرورة حرص الفنانين على دعم الصروح العلمية والطبية خاصة الخيرية. ما فينا ننسى قد هيفا بتحرص على دعم التعليم بلبنان والعالم العربي، وقد قامت بزيارة الأيوبي ومدرسة لبنانية بقطر لدعمها، كما وشاركت بكونسرت في إحدى الجامعات السورية يعود ريعه لمساعدة التلاميذ لدفع الأقساط الجامعية. على الرغم من تواجدها خارج لبنان بوقتها، إلا أن الإعلامي نيشان اتصل بهيفا وخبرها بحلم لمار الأخير في رؤيتها، فتحمست كتير بدورها وما ترددت وحاولت أنها تجري بنفس اليوم. وبالفعل وصلت هيفا بنفس النهار عند حوالي الساعة 6 مساء، وكان نيشان بانتظارها في مطار بيروت، وتوجهت معه مباشرة إلى مستشفى القديس جاورجيوس حيث كانت لامار موجودة هناك لتحقق لها حلمها الأخير. كل الجمال اللي الله وهبنا اياه وكل الحب اللي الناس عطتنا اياه نقدر كمان نقدمه ويكون مصدر سعاده. شاركت هيفا بعمل خيري يقيمه مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة في دبي، وقد قدمت سلسلة من مقتنياتها الخاصة بهدف بيعها بمزاد لصالح أهداف هذه المؤسسة الخيرية. في خطوة اتخذها الوزير السابق للاتصالات نيكولاس حناوي، تم تعيين هيفا كسفيرة للاتصالات، وذلك لأنه هي أكثر شخصية إلى تأثير وصوت مسموع لدى فئة الشباب، حيث قامت هيفا بدورها على أكمل وجه ودعمت حملات Do Not Text and Drive لتقلل من حوادث السير. أعلن طبيب الأسنان دكتور رائد لطوف من دون علم هيفا إنقاذ حياة سيدة كانت بحاجة لإجراء عملية جراحية خطيرة وطارئة بمستشفى أوتيل ديو بيروت، وقد توكلت هيفا بتغطية جميع تكاليف العملية. بختام هالتقرير، هيفا بتحاول دايما تحتفظ بأعمالها الخيرية لنفسها فقط، بعيدا عن الطنة والرنة يلي بيعملها البعض. لهيك نحنا ضوينا لكم على بعض الأعمال اللي وصلت بطريقة ما للصحافة، أما الباقي فباقي كتير. نتمنى من كل يلي بقلده هيفا ليل نهار بشكلها الخارجي وستايل فنها ومظهرها يقلدوها كمان بهالجانب الإنساني الرائع اللي صرنا نادرا ما نشوفه بشخصية عامة اليوم.